محدش شاهد عليا الا انت. الحمد لله ان الحوان اخرس. يلا على شميعة حاط. سلام سلامة، قوم يا سلامة، اصحى الفجر شقشق. صباح الخير يا أما. صبحك بالخير والهنا. خد يا سلام. لا، اشربهم أول وهم سخنين. سلام. نعم يا أما. أنا يا ابني طول الليل بايتة أحلم وقلبي مش مطمن. خير يا أما؟ من ساعة ما حكيت لي حكاية الراجل المغربي التاني. خلاص بقى يا أما، سيبينا من الموضوع ده. أنا عايز أنساه، ده كان حلم فظيع، كان كابوس وربنا نجانا منه وخلاص. طيب يا ابني ما تزعلش، بس يعني ابقى خد بالك من نفسك واعمل حسابك من المغاربة وسحرهم يا سلام. يا أما المقسوم هلبت عنه، ما تخليها على الله. آمنت بالله. فين الشبكة يا أما؟ أنا طويها لك أهي. أنت خارج يا سلامة؟ أمال هقعد في البيت. أنا خايفة يا سلام. وبعدين بقى؟ مع السلامة يا سلامة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. البحيرة النهاردة زي الحصيرة ما شاء الله. هذه الشبكة. السلام عليكم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده واحد ثالث. هي الدنيا بتشتي مغاربة ولا ايه؟ ليش ما بترد السلام يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة؟ حاجة تطير العقل. الله، تعالى يا شيخ المغاربة. اللي عندك رجع. عارف قرب. فين القيطان؟ بتقيد عجلي. ايوه، مش حضرتك عايز تغرق وتحملني وتقذفني؟ استنى امال. هات ايدك كده اهو. كده. بس امال خلينا نربط كويس. اذا بانت يدي؟ لا مش هتبان. واذا بانت عجلي؟ يبقى الله يرحمك يا شيخ المغاربة. ايوه كويس. اللهم صبرك على ما بلاك. يا ده انت تقيل قوي يا شيخ المغاربة المرة دي. نشوف وشك بخير. لا انا ههاجر. ما كنتش اعمل صياد، ما اقدرش كل يوم اموت لي واحد. اما اقوم اودي البغله للشميعه واقبض ال100 دينار. اخوان الناس جرى لعقلها ايه؟ الناس اتجنت ولا انا اللي اتجننت؟ الميه انشقت. الراجل ايده بانت. فين الشبكه؟ ايوه هرمي لك الشبكه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك. ياوي. استنى. هات ايدك. احمدك يا رب، اشكرك يا رب. سلامة، قديش متشكر يا ولدي، قديش ممنون يا ولدي. قول لي الاول، ايه السمكتين الحمر اللي انت ماسكهم دول؟ دول يا ولدي اللي عليهم تبكي العين، وان من شانهم ماتي اخواتي تنتين. ولا انا فاهم حاجه. هما يا ولدي رصد مرصود، وطلسم ما يقدر عليه سواك موجود. لا برضه مانيش فاهم. بعدين يا ولدي تعرف كل شيء. قم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة، مد ايدك في هذا الخرج وسمي الله، بتلاقي علبتين فاضيين. قم يا سلامة قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فين؟ عندك في الخرج. دول يا شيخ المغاربة؟ هما يا ولدي. تعال يا ولدي، افتح هادي وسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غطي عليها وحكم غطاها يا ولدي. هو السمك بيتحط في علب يا شيخ المغاربة؟ افتح العلبة الثانية وسمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. غطي عليها واحكم غطاها يا ولدي. عمري ما شفت حد يحط السمك في علبة الا انت. خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ الحمد لله. اسمع، انا مش سايبك الا اذا كنت تحكي لي حكايه الاتنين المغاربه بتوع امبارح واول دول اللي غرقوا، وحكايه البغله دي والراجل اليهودي وانت والسمكتين دول. ايه حكايتكم؟ اقعد يا ولدي احكي لك، وعليك عهد الله مذبوح بالسر. علي عهد الله مبوح بالسر. اسمع يا ولدي العجب اكتر من اللي شفته. وايش يكون اللي شفته يا ولدي؟ طيب اتفضل. هو بدأ الشيخ المغربي يقص على الفتى قصته، فقال له الشيخ: اعلم يا سلامة ابن سلام أننا كنا 4 إخوة، عبد الموجود وعبد المعبود، وقد غرق أمامك، وعبد الأحد وقد عرفته فهو اليهودي الذي قابلته، وأنا عبد الصمد. وكان أبونا يعرف السحر ويعلمنا الكهانة وحل الرموز وفتح الكنوز، وقد ترك لنا بعد موته أموالا لا تحصى ولا تستقصى، فلم نختلف عليها، ولكننا اختلفنا على كتاب قديم نادر مخطوط بخط غير ظاهر، لا يقدر بثمن ولا يشترى بمال، اسمه زاد المسافر وقبلة الحائر. وفي هذا الكتاب كنز الكنوز وحل الطلاسم وفك الرموز. وكان لأبينا أستاذ هو الذي علمه السحر والكهانة، واسمه الكاهن الأعظم، فذهبنا له واختصمنا أمامه واحتكمنا إليه، فأقبل علينا يقول: ما تختلفوش، ما تختصموش، الكتاب ده مقسوم لواحد بس من الإنس. مين؟ اللي يفتح كنز السلطان الشمردل ويبطل الأرصاد ويفك المندل ويحل الرموز ويكلم الخادم وياخد السيف من ايد السلطان وهو نايم ويسحب من صباعه الخاتم. وايش يكون السيف؟ وايش يكون الخاتم؟ السيف ده سيف السلطان الشمردل من صنع داوود، وعليه رصد مرصود لا ترتفع امامه سيوف ولا تثبت قدامه صفوف. والخاتم اللي لابسه السلطان هو خاتم سليمان، وله خادم من الجان، اذا دعكت الخاتم يظهر لك الخادم، ولو طلبت المحال يجيبهولك في الحال. يا سيدنا وسيد والدنا، وين الطريق ارشدنا؟ وين الكنز؟ الكنز ده محدش يعرف سره غير الأميرة عنبر والأمير شنبر أولاد الملك الأحمر. وين أرض وين بلاد؟ الأمير والأميرة دول مسحورين في بحيرة المرجان الموجودة في أرض كنعان، ولا يمكن القبض عليهم ولا التوصل إليهم ولا فتح الكنز ولا أخذ سيف السلطان ولا الاستيلاء على خاتم سليمان إلا على وجه شاب صياد من سكان هذه البلاد. إيش اسمه يا سيدنا؟ اسمه سلامة ابن سلام، وأمه اسمها مرزوقة. مرزوقة يا سيدنا، والله مرزوقة. إيه رأيك يا عبد الموجود؟ موافق يا سيدنا. وفقك الله يا ابني. وانت يا عبد المعبود؟ شرطك مقبول يا سيدنا. ربنا يقبلنا. وانت يا عبد الصمد؟ موافق يا سيدنا. وفقك الله يا ابني. وانت يا عبد الأحد؟ لا يا سيدنا، أنا راضي بنصيبي من إرث والدنا. وتفرقنا؟ لا، خايف عليكم من الإنس ومن الجان، وسايق ركايبكم إلى بلاد كنعان. وليه تسبق خطاهم؟ ما تسافر معاهم. لا، مين عارف إيش يكون اللي حيكون. أنا حدخل هذه الأراضي المنيعة بصفة يهودي وأسمي نفسي شميعة. انتهينا. الكتاب ده سابه أبوكم عندي وديعة. اللي يفتح الكنز ويكلم الخادم ويجيب سيف السلطان والخاتم هو اللي ياخد الكتاب ويعلي الجواب. في سلامة الله، في رعاية الله.
لكن انت ما قبضتش على الاميرين الاخين. كيف؟ هما يا ولدي في قلب العلبتين. اللي في قلب العلبتين دول سمكتين. اي نعم، اي نعم يا ولدي، سماك مسحور والسحر داير في قرار البحور. بقى السمكتين اللي في العلبتين هما الاميرين عنبر وشنبر ولاد الملك الاحمر. اي نعم يا ولدي، وايش يكون اكثر؟ تشكر. لكن انت ما قلتليش. ايش؟ انت لسه عايز مني حاجه؟ ايش؟ كلمني، طمني. حاجات يا ولدي، حاجات. ايه هي؟ فهمني. تقوم معايا نسافر الى فاس ومكناس وننتظر حتى يأتي اليوم الموقوت بين الناس، وتروح تفتح كنز السلطان الشمندع، تدخل عليه وهو نايم على السرير، ترفع يمينك وتكلم الخاتم، وتمد ايدك تاخذ سيف السلطان وتجيب الخاتم. انا